بداية استأنفت عناصر المنتخب الوطني الجزائري تحضيراتها استعدادا للمواجهة الثالثة والأخيرة في دور المجموعات ضد منتخب النمسا. أشبال فلاديمير بيتكوفيتش استأنفوا التدريبات إذن بمعنويات عالية بعد الفوز المحقق على حساب المنتخب الأردني بهدف مقابل هدف واحد لحساب الجولة الثانية. المنتخب الجزائري قد يدخل غمار الجولة الثالثة متأهلا أصلا في حال ما أنصفته نتائج المجموعات الأخرى. هذا وتارى الإعلام الأردني على المدرب جمال السلامي المدرب المغربي لمنتخب الأردن مستغربين من خياراته الفنية وتصريحاته بعد خسارته ضد منتخب الجزائر من كرتين ثابتتين. استمعوا لما قالوه عنه. أنا بعرف لاعب مزهرية، أما مدرب مزهرية هي جديدة للأمانة. تخيل أنت يا رعاك الله مدرب المنتخب الوطني الأردني سلامي الله لا يسلمه بحكي لك نحن نفتخر بأنه الجزائر شمطتنا جولين من ركنية وكانوا مبسوطين كثير بالانتصار علينا. يا راجل ولك الجزائر بخليتك رايح جاي، عملتك ممسحة بالملعب، 72% استحواذ، 17 ضربة على المرمى، وجاي تقول لي انه الجزائر فخورين. يا زلمه الجزائر كلهم مش شايفينك، كل الجزائر مش شايفينك. انت شو بتحكي يا زلمه؟ انت مدرب منتخب وطني، اقسم بالله انه الحق مش على اللعيبه، لا بالمباراه اللي قبل ولا بالمباراه هاي ولا بالمباراه اللي جاي. في سياق آخر يقوم اللاعب الجزائري إسماعيل بن ناصر ويخوض تدريبات مكثفة بمدينة طبرقة التونسية استعدادا للموسم الرياضي المقبل تحت إشراف المعد البدني التونسي نور الدين رجب. إسماعيل بن ناصر الغائب عن قائمة المونديال في صفوف المنتخب الوطني الجزائري يدعم المحاربين دائما ويتمنى لهم حظا موفقا في هذا الظهور العالمي.